مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا للي عم يسمعونا على الموجة 103.5 يلي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو دكتور وسيم عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية، لنحكي عن موضوع مهم كتير. أو هذا الموضوع هذا فيه أنواع، يعني يا ترى شو هو الصداع أو أنواع الصداع، أسبابه، أعراضه، كثير من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور وسيم حسن عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية. اسمحوا لي رحب بضيفي لنبدأ حلقتنا. يسعد مساك دكتور. يا هلا هلا استاذ عماد الغالي، شكرا لكم، شكرا للقناه الحلوه يعني. شكرا لك دكتور. حابب اشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين وجودي. على الكنترول والبث المباشر فيكم تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أو عبر الرسالة عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير على صفحتي الإذاعة بكومنت. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم بنهاية الحلقة. بالبداية أغلبيتنا أو الكل منا عم يعاني من نوع من انواع الصداع. له اسباب معينه، قد يكون او اعراض معينه، شكل معين لهالصداع هذا. بالبدايه دكتور وسيم رح يشرح لنا كمبدا او كمدخل لموضوعنا شو هو الصداع دكتور. طبعا الصداع هو عباره عن عرض طبي. هذا العرض هو عباره عن احساس بالالم بفروه الراس او بمناطق معينه من امام او مقدمه الراس او بخلف الراس، يعني بحيث يكون المريض عم يحس بعدم ارتياح بالراس. طبعا هذا نسميه الصداع. الصداع هون يعني بيتراوح، ممكن يكون بشكل فعلا ألم حقيقي يعني، نعم. والمريض يتعذب فيه. وممكن يكون بصفات أخرى، بصفات ثقل، أو بيكون بصفات خدر، أو بيكون صفات أخرى نابض. ولكن بشكل عام كل المرضى بيطلقوا أنه أنا عندي صداع براسي على هالصفات كلياتهم. فهون مهمة الطبيب بتكمن أنه هو شلون يقدر يبحث عن هالموضوع ويحدد نوعية الصداع، هل هو فعلا ألم أو هو شعور آخر. وتاني شيء لازم الطبيب يعرف، وحتى العامة يعرفوا، أنه هو الصداع هو مدخل لتشخيص كثير من الأمراض. ايوه. شيء ما هو عصبي، نعم. وشيء هو ما هو غير عصبي. يعني الصداع بيكون عرض لمرض داخلي وليس مرض عصبي بحت يعني. تماما. تمام. فالصداع عرض مهم، وهو عرض شائع جدا، ويوميا عياداتنا دوما تقريبا نسبة 50-60% يأتون بهذا العرض يعني. طبعا بالنسبة لأنواعه، يعني أنواع الصداع، نحن هون الصداع لازم نعرف أنه ممكن الصداع بيكون هو دليل لمرض سليم أو مرض حميد، ايوه. وهذا يكون بالغالب طبعا، مهم. مشان نحن ما نخوف العالم غالبا أغلبية العالم بيعانوا من صداعات بأنواع مختلفة يعني. نعم. وقد يكون أيضا أحيانا الصداع هو عبارة عن عرض لشيء خطير جدا، ممكن. ولكن هذا يكون أقل شيوعا من الحالات الأكثر شيوعا يعني. مهم. فلذلك نحن عندنا هون المريض دوما نحن الصداع ناخذه بشكل جدي، ونحاول نعرف شو هي صفاته، شو هي الشغلات اللي بتزيده والشغلات اللي بتنقصه، مهم. وما هو مدى تواتره، ما سير الصداع شلون هو عم يصير، عم يزداد مع مرور الزمن ولا عم يخف ولا هو ثابت. هالامور كلياتها بتخلينا نحن نعرف شو ما وراء الصداع. تماما. تمام. فهلا نحن بصراحة الصداع بشكل عام هو عبارة عن عرض لكثير من الأمراض. ممكن يكون المرض هو عصبي متوضع بجملة عصبية، تماما. وقد يكون هو تظاهرة لمرض غير عصبي يعني. وطبعا هاي باختصار. وقد يعني الصداع في أغلب الحالات بيشير إلى شيء حميد مهم. وشيء عادي جدا، وفي بعض الحالات الأقل شيوعا ممكن يكون يخفي وراءه شيء شيء. غير جيد يعني. تمام. طبعا المريض الصداع، يعني في مرضى هلا انه بيكون عندهم الصداع من فتره طويله كتير كتير. مزمن. مثلا يجي مريض يقول انه انا صار لي 10 سنين نعم. عندي صداع،
فنحن بالعكس هون بنقول انه قديش ما كان الصداع قديم قديش ما كان هو مشي. ها. تمام، يعني بعكس الحالة انه والله الشيء القديم بيكون بالنسبة لنا، لانه لو شيء جديد يعني ما راح يخبي حاله هالفترة الطويلة كثير. تماما. يعني نحن نقول انه الصداع احيانا ممكن يخفي وراءه التهاب سحايا او نزف عنكبوتي او اورام دماغية بعيد عن هون. فنحن هالامور ولو هي نادرة ولكن موجودة، ولكن الحالات الاشيع هي حالات تمثل الصداع التوتري أو الصداع الشقيقة أو الصداع العنقودي أو آلام الوجه اللانموذجية المجهولة السبب، أو بتكون عبارة عن التهاب الجيوب أو التهاب مفاصل أو ألم الأسنان أو التهاب أذن وسطى. هدول حالات الأشياء بتشكل 90 ل 95% 99 حتى بالمية من الحالات. يعني أغلب حالات الصداع يعني نحب نطمنكم هن عبارة عن حالات حميدة يعني. تماما. قبل ما ننتقل لمحورنا الثاني بنوجه تحية حلوة للدكتور أحمد عبده للي عم يشاهدنا، وهو بعد سلامات للدكتور وسيم. شكرا دكتور أحمد عبده. الدكتور أحمد صديق غالي وكتير نحن بنقدره، يعني هو كان يعني استاذنا هون لما نحن اجينا يعني. أكيد بنوجه تحية لكم. تحية كبيرة له يعني. دكتور، هلا حكيت شوي عن موضوع الأنواع وذكرت بعض الأنواع لحتى مستمعينا يستفيدوا من هاللقاء. أكيد ما راح يتشخص أي حدا عن طريق برنامجنا، ولكن يعني قدر المستطاع نحن نحب انه اي حدا عم يسمعنا عنده حالة شبيهة بال الانواع اللي ذكرتها او اللي راح تذكرها بشكل موسع اكثر، لنحكي عن انواع الصداع بشكل مفصل اكثر دكتور. تمام. هلا نحن اول شيء لما يجي عنا مريض الصداع يكون عندي وجع بالراس، لازم نحن نحدد عدة امور ايوه. حتى نحن ما نضيع، لانه الصداع هو بحر واسع. مشان نحن اول شيء لازم نقدر هل هذا الصداع يعني عادي او هو خطير. الطبيب مشان اذا كان الصداع بيحمل شيء عادي وراه بيختلف بتوقيت انه الطبيب شو بده يشتغل. اما اذا كان في شيء يعني تحس انه ممكن يكون شيء وراه مو كويس، فانت لازم تشتغل بسرعه. صح. فنحن اول شيء لازم نحدد هل الحاله من وين بتيجي. مم. اولا لازم نحن نحدد طبيعه وجع الراس. هل هو صداع فعلا حقيقي او هو عباره عن شعور ما يقدر المريض يوصفه بشكل دقيق الا انت اذا ساعدته يعني. نعم. ممكن المريض يحس مثل مثلا ثقل، أيضا. او يحس انه راسه خفيف، او يحس انه في شيء مثلا مربوط على راسه، او يحس في شيء عم يمشي حتى احيانا بالفروه فينا طريقة وصف المريض طريقه للحالة. وصف. هلا هدول المواضيع بتوجهنا اكثر باتجاه الصداع التوتري. ايوه. الصداع التوتري هو صداع قديم بيزداد مع الحالات التعب والحالات النفسيه، وياخذ هالصفات من الصداع. وهذا الصداع مثلا، اما مثلا هاي مثلا طبيعه الصداع. اما لما يجي عنا الصداع نابض ووحيد الجانب ويكون مؤلم، فانت هون بتتوجه باتجاه الشقيقه. تماما. او مثلا اذا اجاك الصداع وبتوضح حول العين ايوه. وبيجي ساعتين الصبح وساعه المساء وساعتين المساء، فبتتوجه باتجاه الصداع العنقودي العون. ويكون شديد ايضا. الصداع مثلا اذا اجانا مثلا هاي بالنسبه لطبيعه الصداع. هلا نحن نجي من امتى موجود الصداع، مده الصداع. نعم. مثلا اذا الصداع كان قديم فنحن هون نتوجه باتجاه الصداع التوتري والشقيقه او الصداع العنقودي. اما اذا كان جديد فممكن انت هون مثلا بدك تعرف احيانا ممكن يكون واحد عنده ارهاق كتير وبعد حالة تعب صار عنده صداع توتري حاد مثلا. اما مثلا اذا كان صداع شديد ومترافق مع ترفع حروري، هون انت بدك تكون شوي حذر. او مثلا الصداع اجا والمريض وعيه ما كتير كويس، مو متوجه يعني. فنحن هون نحدد بدء الصداع. لما يكون مثل ما قلنا الصداع قديم فنحن بصراحة شوي نرتاح أكثر ما أنه المريض يجي عنا الصداع جديد، أحيانا بتطلب له استقصاءات أكثر يعني. إذا تطور الصداع أيضا نحن بنبحث شلون هذا الصداع تطور. يعني هل الصداع موجود من 3 شهور ولهذا اليوم عم يزداد يوم ورا يوم، أو الصداع موجود قديما وعم يمشي بشكل نفس المنوال، أو الصداع هو نوبي أحيانا بيجي وأحيانا بيروح. نزول. الأمور الثانية اللي نحن نبحث موضوع الصداع هو العمر. هل الصداع بدأ عند شخص شاب، ايوه. أو مثلا الصداع بدأ عند شخص مسن يعني. ايضا. لأنه في بعض الأمراض مثل التهاب الشريان الصدغي بيصير عند المسنين. صح. أو مثلا الحالة اللي صار فيها الصداع،
هل صار الصداع في حالة جهد زائد، فهو ممكن تفكر بنزف تحت عنكبوتي وارد. أو أثناء جهد يعني، ولا الصداع هو حال يعني حدث بحالة من مثلا السكون، أو مثلا الصداع حدث في جائحة مثلا ممكن تتوجه باتجاه انتان فيروسي. فلذلك موقع وحدث المكان الحدث شلون كان. طبعا هدول الأمور كلياتهم بيخلونا نحن نفصل، نقسم الصداع إلى مجموعات، وهيك نحن يصير عنا أفضلية وسهولة بمعرفة شو هو المرض ومدى إنذاره. يعني حتى أنا الطبيب أتصرف بشكل، يعني مثلا ممكن مريض ممكن أبعته بنفس اللحظة إلى الطبقي، ممكن ما أنا ما أسوي له طبقي وأقول له روح ما في شيء، أو نراقب الحالة. فهون نحن نعرف شلون يعني نسير مع الحالة يعني. تمام. هلا الشغلات الثانية اللي ممكن مثلا مرافقات الصداع، مثلا لما المريض ينزعج من الصوت ومن الضجيج، هلا هذا بنتوجه باتجاه الشقيقة تمام. والضوء والضوء. هالامور والضوء، إيه. نعم. هلا المريض اللي بيجي وجع راس وبيكون مترافق مع حالة انزعاجية، بنتوجه باتجاه الصداع التوتري. توتر. لما يجي الصداع مترافق مع حرارة، بنتوجه لالتهاب بالجملة العصبية. لما الصداع مترافق مع عملية الجهد، بنتوجه باتجاه نزف تحت عنكبوتي. يعني الصداع اللي مثلا عم يترقى مع مرور الزمن، ممكن نتوجه لحالات تانية. تمام. فلذلك الصداع القديم بيكون عندنا مؤمن أكثر من الصداع الحديث، وهكذا نحن نقيم الصداع. الصداع مثلا اللي بيجي بيكون متوضع بالمنطقة الجبهية، وصار له مثلا فترة وعم يترافق مع مفرزات أنفية، مفرزات بنتوجه باتجاه الجيوب الأنفية. الصداع الموضع مثلا اللي بيكون بمنطقة معينة، فممكن يكون دليل لشيء موضع مثل خراج الأسنان وارد. أو التهاب المفصل. إذا أيضا نحن من الصفات اللي نبحث عنها عند الصداع، هل الصداع هو معمم أو توضعه نصفي أو موضع في منطقة معينة. تماما. كمان هذا بيخدمنا بالحالات هاي. طبعا في أسباب نادرة للصداع، هدول الأسباب أيضا أحيانا تكشف من خلال الصدفة. يعني أنه أنت مثلا بيجي عندك مريض يعاني من صداع، ولكن انت ما تكون متوجه، بس اثناء الطبخ وتعمل طبخ بتتفاجئ انه في شيء كان جدي يعني. الصداع هو عرض كتير احيانا غامض، وهذا الوجع الراس احيانا ممكن المريض يضيع الطبيب، واحيانا تماما. ممكن الطبيب يضيع وراء القصة اللي تكون غير حقيقية تبعا يعني. لعتبة الألم عند عتبة المرض. الألم وهالأمور والحالة الشخصية تماما. يعني في ناس بيتحملوا أكثر من غيرهم، صح. وفي ناس ما بيعطوا القصة بشكل مفصل للطبيب، والاهل احيانا يعني ايضا ما بيعطونا قصه. فانت احيانا بتتفاجئ انه الموضوع مو هيك. بس يعني الطبيب اللي عنده شوي دارس على الصداع بشكل مفصل وهالامور، احيانا يعني بيكون عندك انت توجه نحو حالات معينه. انت احيانا بدك تطلب طبقي، بتكون انت مانك مرتاح، صح. بتحس بعدم الارتياح، وصارت معنا هالحاله يعني. بتكون عدم مرتاح انه انا هذا لازم اعمل له طبقي، ما بعرف ولو ما في شيء يعني صداع عادي كان، بس هيك. وفعلا يعني نعمل طبقي نشوف في شغلات، وبعدين نحط المريض نبعته لمحلات معينة، نعمل له الإجراءات اللازمة، ونحطه بساحة الأمان. تماما. حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور وسيم حسن عثمان، اختصاصي بالامراض العصبيه. عم نحكي عن جمله من انواع الصداع واعراضه. يلي حابب ينضم لنا فيكم تتصلوا عبر الرقم الارضي 429 101، او عبر رساله عبر البث المباشر بوير عربي بكومنت، رح نجاوب على اسئلتكم. رح نكون مسرورين لما بتأغنوا لقائنا بأسئلتكم. الدكتور يعني شرح كتير معلومات قيمة جدا مهمة لجميع الفئات، سواء كانوا الشباب أو النساء أو المسنين أو الأطفال. يعني حتى في الموضوع الأطفال الصداع عندهم أكيد هذا بحث خاص يعني. والشباب والذكور والإناث، يعني هالحالة هاي حالات شائعة جدا، ومن المهم جدا نحن نتابعها ونسمع لهاللقاء هذا. دكتور ذكرت شوي موضوع كان مم. يعني شرحنا شوي، كان دمج بين الأعراض والأنواع كمان. نعم. لنحكي هلأ نتطرق لموضوع الأسباب. مم. يا ترى شو هن الأسباب؟ أسباب الصداع، هلا نحن السبب يعني ممكن يكون السبب مجهول السبب، نعم. وهذا نسميه بالصداع البدئي.
الصداع البدئي لا يوجد سبب واضح للمرض، ويعني بيدخل ضمن هالفئة من التصنيف فئة واسعة من أنواع الأمراض، مثل مهم. الشقيقة، والصداع التوتري، نعم. والصداع العنقودي، وألم نصف الوجه، والصداعات اللامعة اللي مثلا بتيجي هيك مثل نترة يعني هيك. نعم. نعم. هدول بيجوا وبيروحوا سبب مجهول. يعتقد بعض العلماء هي عبارة عن انفراغات عصبية شاذة بتصير، وبتلعب الوراثة الأرضية فيهم بنسبة كبيرة دور يعني. كبير تمام. يعني. هلا هذا الصداع السبب البدئي يعني. نعم. أما السبب الثانوي فبيكون في سبب للصداع. إما في عنا حالة من مثلا عندنا التهاب سحايا، صداع مهم. ثانوي، او صداع هو بسبب ارتفاع الضغط الشديد، أيضا. او مثلا صداع بسبب ورم دماغي لا سمح الله، او صداع بسبب نزف ضمن الدماغ، مهم. او بسبب حتى احتشاء دماغي. أيضا. هدول عبارة صداع ثانوي لسبب معين، او مثلا التهاب الشريان الصدغي. ناتج عن تمام. شيء معين او يعني. احيانا بيجي الصداع هو عرض كارتفاع توتر داخل القحف مجهول السبب. مهم. بنشوفوا هدول عند البنات البدينات نعم. بعمر الثلاثينات تقريبا، بيجوا بوجع راس مع تشوش بالرؤية وإقياءات، واللبرانين يطلع طبيعي، والأوردة الدماغية طبيعي، كله طبيعي، مهم. بس في عندهم وزمة حليمة، وهذا يعني علاجه بالمدرات زائد تخفيف الوزن يعني. أيوة. هذا أيضا. طبعا هدول هن الأسباب الشائعة للصداع يعني. مهم. تماما. ايضا بنوجه تحيه اليوم كل المشاهدين اللي عم يشاهدونا اطباء، مم. تحيه للدكتور منال محمد ايضا عم يوجه. دكتور منال آه، محمد كمان صديق عزيز، وشكرا جزيلا دكتور منال. مسرورين جدا لمتابعتكم للقائنا، والكل كانوا ضيوف عنا سابقا، بنوجه تحيه لهم طبعا، مسرورين جدا بمتابعه كل لنا. دكتور، حكيت عن موضوع مم. الأسباب، والأسباب هي مثل ما هناك أسباب مجهولة وهناك أسباب واضحة يعني مثل تمام. ما ذكرتم. هلأ موضوع التشخيص على كل حالة، وذكرت من شوي جزء معين مم. من آلية التشخيص. هلا التشخيص بالنسبة للصداع بيتم بالفحص السريري بالعيادة، أو نتيجة أسئلة المريض، أو بتلجأوا لإجراءات معينة مثل ما ذكرت، سواء كان تخطيط أو الرنين أو الطبق المحوري. هلا الإجراءات التشخيصية شو اللي أدوات؟ طبعا الصداع يعني قبل ما نروح على الإجراءات التشخيصية لازم نعرف في قاعدة عندنا. القاعدة أنت إذا مثلا شخصت ودخلت المريض في بحر من الاستقصاءات وما وصلت للتشخيص، فأنت يعني لازم تعرف أنه أنت ما أخذت القصة المرضية بشكل جيد. هي قاعدة نحن دوما حتى أن ننبهها لطلابنا اللي نحن عم نعلمهم، أنه أنت لازم تاخذ القصة بشكل مفصل. صح. هلا القصة لما احنا ناخذها بشكل مفصل بيصير عندنا سهولة بتشخيص الصداع. لانه الصداع يعني نحن هلا قلنا قبل هلا شوي انه الصداع هو غالبا هو مجهول السبب. نعم. فلذلك الاجراءات التشخيصيه بتلعب الدور القليل في تشخيص المرض. القصه المرضيه هي الاهم. الاستقصاءات اللي ممكن نحن تفيد احيانا اذا نحن شكينا في شيء بنيوي بالدماغ نعم. سبب لهذه الحاله، فممكن نحن نلجا لاجراء طبقي محوري، او نلجا لاجراء مرناء مغناطيسي. نعم. او اذا مثلا توجهنا للمريض عنده حراره وجع راس ورقبته قاسيه، فممكن نحن نلجا الى اجراء بذل قطني. نعم. واحيانا ممكن الصداع يجي في بعض حالات معينه، مثل في نهايه الحمل، بسبب حاجه المراه للسوائل أيضا. اثناء الحمل، وعدم شرب الماء بشكل كافي، كافي. فممكن يصير عندنا جفاف بالاورده الدماغيه، فهذا يكون مقدم لحدوث خثار بالوريد. ايضا هذا بنلجا لاجراء مرنان وعائي للدماغ. غير ذلك فالاستقصاءات لا تفيد كثيرا بالحالات الشائعه من الصداع، بقدر مثل ما. الشقيقه، مهم. او الصداع العنقودي، او الصداع توتري. التوتري، او الصداع الم نصف الوجه اللانمزجي، او الصداع اللامع، او الصداع. هدول كلياتهم التشخيص بيضل هو سريري يعني بصراحه. تماما. تمام. اذا احيانا ممكن انه الاجراءات التشخيصيه والاستقصاءات اللي مطلوبه ما م- توجهك بقدر ما انه القصه المرضيه. مثل ما من شوي ذكر الدكتور انه م- احيانا الاهل اذا كان شوي المريض ما واعي، م. ممكن يكون في رد سابق والمريض ما ذكر إيه. الموضوع هذا.
يعني مرة في مريض عنا اجى يجعوا راسه يعني، واخذوه عند طبيب سوينا وخسروه كتير يعني شلون يعني. اجى بتفسير القصة طلع المريض عشقان يعني. فقط لا غير. ايه هو مثل ما يقول العشق القاتولي يعني. تماما. فلذلك يعني هلا نحن هذا المريض دخلنا بهالموضوع شوي وشفنا وهاي تمام نتيجة وقربنا الجهات مثل ما يقولوا المختصة، وراح وجع الراس بدون بدون هالاستقصاءات كلياتها. فاحيانا جميل انت جدا يعني. يعني احيانا انت بوجع الراس لازم انت تفصل بالقصة المرضية صح. بصراحة. القصة المرضية هي أهم، ولكن نحن الاستقصاءات شو تخدمنا؟ نحن لما نشوف إنه وجع الرأس هو غير نموذجي، توجهكم لشيء معين يعني. فممكن أنا أتأكد بإجراء تشخيصي ممكن يفيدني أنا في تأكيد تشخيصي الأولاني يعني. إيه. وأحيانا بتجي لما أنا أشوف إنه واحد عنده وجع رأس من 3 شهور وعم يزداد بالشدة وعم تتغير نوعيته يعني. كان المريض ما يفيقوا من النوم صار يفيقوا من النوم، صار مريض ما كان يترافق مع أقياءات صار يترافق مع أقياءات. فأنا هون بشك بسبب عضوي رأسا ببعته على الطبقة يعني. فلذلك السير التفصيل قصة مرضية ومهم، مشان أنا ما أدخل المريض ببحر من الاستقصاءات تماما. واخر شو ما يطلع شيء. احيانا بعض المرضى ينزعجوا انه يا دكتور دخلتنا بهالموضوع خسرتنا وما في شيء. فلذلك لازم تفصيل قصة مرضية هو اساسي بالصداع. تماما. هون حابب نوه يعني دائما المرضى اللي عم يزوروا الأطباء ما يخفوا أي شيء لحتى الدكتور يعني ولو ممكن تكون معلومة أو تمام. كلمة توجه الطبيب لشيء معين مثل ما ذكرت، يعني تغنيه من استقصاءات أخرى. بالإضافة لكمان يعني الأهالي للي عم يسمعونا هلا، إنه الطبيب أكيد ما راح يطلب شيء عن فضاء عن فراغ يعني. تمام. في توجه لطبيب. لذلك المرافقين والأهالي المرضى دائما بيتذمروا من موضوع الإجراءات، سواء كانت التحاليل أو الاستقصاءات اللي ربما قد تكون مكلفة صح. للأسف بالوقت الحالي. لكن الطبيب ملزم انه يتبع الطريقه هاي لحتى يتشخص المرض صح. ويتوجه لشيء معين يعني. هذا يعني حكينا للمستمعين وللاهالي. طبعا هلا هي القصة المرضية احيانا يعني نحن حسب خبرتنا بالعيادة يعني القصة المرضية احيانا لا تعطى بشكل جيد في عدة اسباب. في اسباب مرتبطة بالمريض نعم. وفي اسباب مرتبطة بالطبيب. أيوة. الاسباب المرتبطة بالمريض هي اولا بعض الناس الاشخاص الخايفين يعني اللي يخافوا من الامراض ويحاولوا يخفوا تماما. معلومات معينة عن الطبيب انه ما يخافوا انه يشخص مرضهم هالامور، فهن بيلبكوا الطبيب يعني. صح. وفي اشخاص هو طبيعتهم قروية، مستواهم التعليمي منخفض، مهم. فهدول بيجوا ما يقدروا يعطوك قصة صحيحة يخدموك بهالموضوع. ايضا هدول بيسووا عنا هاي. الثاني شيء المواضيع الموجودة عند الطبيب هو الطبيب الغير مهتم. الطبيب اللي ما يحاول يعطي المريض حقه باعطاء القصة المرضية، اللي يكون مستعجل يعني. فراح يكون نتيجته انه هو يطلب استقصاءات كثيرة واحيانا ما يشخص المرض كمان، صح. نتيجة انه عدم فهمه للحال يعني. المريض بدنا يعني لازم نحن ننصت اليه ونسمعه ونحاول بعد ما يخلص هو لازم نحن نسأل اسئلة اللي هو ما زودنا فيها، حلو كتير. سواء كان سير الصداع او طبيعته او العمر اللي بدأ فيه او مثلا سير شلون عم يصير. فهذا الموضوع ايضا يخدمنا. وبالنهايه ان بعد ما هاي نحن نقول له انت معك شقيقه وانتهى الموضوع، تماما. او مثلا نقول له روح صور صوره لنتاكد اكثر يعني. والعلاج بيكون هذا والعلاج تمام. يكون سهل حسب الحاله ان شاء اكيد. الله. هاي وصلنا لموضوع العلاج دكتور، ولا نحكي عن موضوع طرق العلاج آلية العلاج على كل حالة على حدة. تمام. هلا نحن اول شيء لازم نحن نعرف اول شيء هذا الصداع بدئي ولا ثانوي. مهم. لما كان بدئي نحن عرفنا انه هذا بدئي، نحن معناتها بنشوف الصداع الاشياء اللي هو التوتري. نعم. الصداع التوتري طبعا هو مرتبط بالتعب بشدة نفسية. فبيجي المريض علاجات هون بتفيد ما بتفيد المسكنات كتير، لأنه غالبا الصداع التوتري بيخفي وراه خلفية اكتئابية. فنحن هون بنحاول نغير نمط الحياة عند الشخص. أيوة. إذا كنت أنت عم عامل مثلا بالفرن يعني عم يروح من الساعة 4 عم يرجع. أنا هداك اللي مجاني مريض عامل فرن عم يروح الساعة 4 الصبح ويرجع بساعة 8 بالليل. شو يعني هذا العمل ويقول والله ليش يعني راسه عم يجعه. طبعا صداع توتري حاد كان
والسبب هو العمل الزائد. فنحن دخلنا بهالموضوع وحاولنا لازم تغير هالموضوع، وحتى حكينا مع معلمه كمان يعني، بعثنا له هاي وحكى انه هذا الموضوع غير سوي، وهذا الشخص ما يتحمل هالموضوع. وانا يعني قلت له انا بقناعتي شخص اخر كمان ما راح يتحمل. تماما. فلازم يكون العمل ضمن اسلوب صحيح يعني. تماما. فتغيير نوعية الحياة إضافة إلى إعطاء، إذا كان في مثلا سبب ما مرتبط بشدة بحالة تعب زايدة، أو إذا كان مريض مثلا بيجوا هلا عنا مرضى، نحن كنا بالعيد، طبعا العيد هلا مو كل العالم يعني، في ناس باب المفتوح وعم يجوا عالم كتير عندهم ظهر، صح. فبيجوا هالعالم وياكلوا ويشربوا ويمشوا هالامور. ففي ان هلا عنا يجونا نساء بعد العيد عم يجعوا راسه بسبب العمل الزائد والجهد. يعني تنظيم هالامور. إذا كان في خلفية اكتئابية للصداع التوتري، فنحن ممكن نعطي بعض المضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة لفترة وجيزة، أيضا نساعد المريض بالتخلص من الموضوع. هلا إذا كان الصداع هو نوبي، هو يعني موجه باتجاه شقيقة، خاصة الصداع اللي يبدأ بعمر الطفولة، يعني بيجونا أطفال عمره 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة، هو العمر النموذجي اللي بدأ الشقيقة يعني. فهون نحن لازم نحكي هون كتير شغلة مهمة. أولا عدم علاج المرض الشقيقة بشكل صحيح رح يؤدي إلى معاناة المريض، معاناة كبيرة من هالمرض، لأنه المرض رح يطول، ممكن يضل للعمر 40. فلازم نحن نعرف بعض القواعد هي أول شيء إجهاض هجمات الصداع بأدوية معينة، والتجنب المسكنات اللي بتتحول الشقيقة من شقيقة نوبية إلى شقيقة مزمنة يومية. فالمسكنات اللي عم ياخدوها مثل البروفين والسيتامول، ولأنه هلا نحن في معلومة ما يعرفوا العام يعني عامة الناس، إنه السيتامول بيضل بجسم الإنسان لمدة أسبوع. فأنت إذا هلا أخذت حبة سيتامول وضلت أسبوع، بعد أسبوع كمان أخذت حبة تانية، بعد أسبوع كمان حبة، فهذا الدواء صار موجود بجسمك بشكل مستمر، متراكم يعني. يتراكم. فمع مرور بعد سنوات من هالموضوع يصير عندك صداع ارتدادي على المسكنات، بيضل عندك وجع راس يوميا، اذا ما تشرب حبة ستامول ما راح يهاي. فنحن هون كتير مهم بالعلاج انه نعرف شلون طريقة العلاج، وشلون نحن نجهض النوبة كل ما هالامور. واذا كان تواتر النوب زايد يفضل المريض يراجع الطبيب اللي اخذ علاج وقائي، سواء كان بالثلاثيات الحلقة او مثلا حاصرات الكلس او ادوية تانية يعني. اما مثلا بالنسبه للصداع العنقودي، الصداع العنقودي مثلا هو عباره عن هجمات، ايضا هاي نعطي علاج وقائي وعلاج ايضا علاج مجهد للنوبه، وبعدين نعطيه علاج وقائي لمده 2-3 شهور. اما اذا كان مثلا الصداع هو عباره عن عرض لارتفاع التوتر داخل قفص سليم، ايضا نحن نخفف يعني الوزن ونعطي المدرات وهالامور يعني، هدول العلاجات. طبعا اما اذا كان مثلا الصداع اللامع، هذا اللي بيجي مثلا مثل يقول والله في برق صار براسي، فهذا بيستجيب على الاندوميتاسين. ايه، فلذلك هالامور كلياتها. اما اذا كان نحن توجهنا انه هذا الصداع هو الثانوي، فلازم نبحث عن السبب. اذا كان مثلا مريض مسن وعنده وهن عام وهالامور، وطلعت سرعه تسفل عاليه، فممكن يكون هذا التهاب شريان صدغي، فهذا ممكن هذا يصير عنده تهديد بالرؤيه. أيوة. هذا احد اختلاطاته العمى اذا ما عالجته. فنحن نعطي هون كورتيزون بجرعات صغيره لمده 1 أو 2 سنين. اما اذا كان في حراره، فممكن نحن نلجا البذل نعطيه علاجات بالصادات، او مثلا اعطاء حسب نوع التهاب السحايا. تماما. اذا كان نزف تحت عنكبوتي، اذا كان ضغط عالي بنعطي خافض ضغط. فهون انت بتدخل بعلاجات اخرى، احيانا ممكن انت تضطر للجراحه يعني. ممكن. اذا كان الصداع هو السبب وارتفاع استسقاء دماغ او وجود مثلا آفة شاغله للحيز، فانت بدك تتدخل جراحيا لانقاذ المريض. تماما. دكتور، دائما نحن بنختم لقائنا بتوصيات ونصائح للمستمعين، للمرضى وحتى للأصحاء أيضا. رح نختم لقائنا بنصائح وتوصيات للمستمعين. أولا لازم نحن نطمن مشاهدينا ونطمن مرضانا أنه الصداع هو غالبا هو يعني عرض لشيء حميد يعني، غالبا يعني. فبالتالي أنا يعني أوجه كافة العالم أنه ما يخافوا من شيء اسمه صداع. هاي واحد. تاني شيء المريض لازم ما ياخذ علاجات للصداع من تلقاء نفسه.
عشوائية. عشوائية، ممكن يلجأ للطبيب، أو يكون عنده معلومات ملمة على هالموضوع مشان ما يصير عنده إدمان على المسكنات. لأنه إذا كان الصداع مزمن فأنت ممكن تعرض حالك لإدمان على أدوية مسكنة وهالأمور. فهذا أنت مراجعتك للطبيب رح تغنيك عن هذا الموضوع اللي ممكن يسبب لك مشكلة مستقبلا يعني. تاني شيء اللي دوما في حلول، حتى إذا كان الصداع هو عرض لشيء غير جيد فدوما في حل، والحل موجود. وهلا عنا مرضى كتير في أمان وعاشوا لفترة طويلة وكان عندهم التهاب صحايا درني أو التهاب صحايا قيحي أو حتى أورام دماغية كمان، وشلنا لهم إياه وهلا عايشين صار لهم 20 سنة. فلذلك يعني حتى إذا كان هالأمور في هالموضوع ما يخوف. وجع الراس هو حالة عادية جدا، ممكن تكون بشكل ما في شخص إلا عانى من وجع الراس، ولكن دوما نحن اذا الشخص شاف انه عنده وجع راس مستمر وهالامور لا مانع يراجع طبيبه، لانه طبيبه مو شان شيء ما في شيء، بس ممكن هو يوجهك باتجاه طرق معينه تخلي وجع الراس يروح، وكمان انت تستفاد يعني من هالمعلومه يعني. بنهاية هاللقاء هذا ألف شكر لكم دكتور وسيم حسن عثمان. شكرا شكرا استاذ عماد الغالي، ونحن هيك يعني نحب صوتك يعني كمان. تسلم يا رب، الله يخليك. يعني شخص فنان وشخص مبدع يعني، والقناة قناة جميلة جدا، واجينا قبلها مرة لهون وفي كرم ضيافة. ونحن نتشكر المشاهدين خاصة الأطباء إذا كانوا عم يشاهدونا، فهدول زملاء لأننا أكيد. غاليين، نتشكرهم كثير على المشاهدة يعني كمان. ونتشكر كامل الكادر الإذاعي شكرا لكم دكتور. نعم. ألف شكر لكم على حسن المتابعة. كمان شكر خاص لضيفنا الدكتور وسيم حسن عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية. كان ضيفنا حقيقة لقاء جميل كان، ومعلومات مهمة جدا، وأنا رح أحاول أنقح المعلومات وأعملها كبوست يعني إن شاء الله لا يستفيدوا زملائنا وأصدقائنا من هالمعلومات اللي ذكرها الدكتور. كون يعني موضوعنا اليوم هو شائع كتير كان. بحب أشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر جودي وشيرين. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. اتضلوا بخير وسلامة.